السلام عليكم الإخوان الفلاحة. إن شاء الله الموضوع اليوم غادي نتكلموا على النسب ديال الإعانة في الري الموضعي والري التكميلي. كنقولوا الري الموضعي هو الري عن طريق يعني الكوت كوت ولا شبكة تنقيط. بالنسبة للري الموضعي والتكميلي، عندنا أول يعني مشاريع اللي كتكون هي المشاريع الجماعية اللي كدار في إطار جماعي، يعني مجموعة ديال الفلاحة اللي كيديروا يعني السقي جماعي من باسان اللي كيكون مثلا في واحد المدار سقوي. بالنسبة للإعانة اللي كتوصل في نسبة الإعانة 100%، ولكن مبلغ السقف يعني كيكون واحد البلافون ديال الإعانة في حدود 38 ألف درهم للهكتار. في حالة إلا كان هذا في حالة مدار سقوي يعني بيريمتر. بالنسبة إلى كانوا فلاحين، يعني كل فلاح يعني دار يعني المشروع في إطار جماعي، ولكن كل فلاح مثلا عنده باسان ديالو. هنايا كتكون الإعانة 100%، وبالنسبة للسقف 38 ألف درهم. الإضافة اللي كتكون هي بالنسبة للباسان كتوصل 50 درهم للمتر كيب، يعني هذا بالنسبة للباسان. والبلافون ديال الإعانة في الباسان كتوصل 12 ألف درهم للهكتار. هذا بالنسبة للمشاريع الجماعية. كاين بالنسبة للمشاريع الفردية. المشاريع الفردية من طرف يعني الفلاح الصغير كتكون في حدود 100%. وهنايا كما كتلاحظوا بالتفصيل يعني النسب وسقف الإعانة. بالنسبة للباسان عندنا 700 درهم للمتر لينير. بالنسبة للنظام الضخ اللي فيه البومبا والموتور كتوصل 5000 درهم للكيلووات. بالنسبة للمحطة الرئيسية اللي هي لا ستاسيون دو تيت، يعني فين كيكونوا لي فيلتر وفين كيكون يعني ال العداد وكاع لي مانومتر وكاع المكونات اللي كتكون في لا ستاسيون دو تيت، كتوصل يعني ل 9500 درهم للهكتار. بالنسبة للقنوات اللي هما لي تيو كتوصل 12000 درهم للهكتار. وبالنسبة ليكوتور يعني عندنا بالنسبة لي زوتو ريغيلون عندنا 15000 درهم للهكتار. إلا كانوا ليكوتور عاديين يعني 13000 درهم. وبالنسبة للأنابيب المرنة يعني دوك لي سوبل كيكون هادوك تستعمل في الخضروات كتوصل 10000 درهم للهكتار. بالنسبة للسقف هنايا كيكون 38000 درهم للهكتار. بالنسبة للإضافة بين المكونات نظام التحكيم الأوتوماتيكي، يعني كيكون تحكم أوتوماتيكي في السقي. هنا كيكونوا ليفان كيكونوا أوتوماتيك. وكيكون التحكم أوتوماتيكي. وبالنسبة للسقف كيكون 3000 درهم للهكتار بالنسبة لنظام التحكم الأوتوماتيكي. بالنسبة الباسان كتوصل يعني 50 درهم للمتر كيب. السقف كيوصل 12000 درهم للهكتار، يعني هذا السقي الفردي. في السقي الفردي عندنا هادو بالنسبة للفلاحة الصغار. بالنسبة للفلاحة اللي مساحة الأرض من 5 هكتارات وأصغر من 20 هكتار أو 29 هكتار، يعني سقف الإعانة كتكون نسبة الإعانة من تكلفة الاقتناء كتكون 75%. وبالنسبة للسقف الإعانة الإجمالي هي 28500. بالنسبة للباسان كتوصل 9000 درهم للهكتار. أنا بدون ما نذكروا يعني كما كتلاحظوا كل مكون وشحال. يعني مثلا في هذه الحالة هذه النسبة ديال البير كتنقص كتولي 500 درهم. نظام الضخ كيولي 4000 درهم في حيث كان 5000 درهم. يعني إلا لاحظتوا كتنقص النسب يعني بازدياد ديال المساحة. بالنسبة كاين الفلاحة اللي كتجاوز المساحة ديالهم 20 هكتار، هذه كتنزل نسبة الإعانة ل60%. والسقف ديال الإعانة في الهكتار كيكون 23 ألف هكتار. هذا يعني إلا لاحظتوا المكونات حتى هي كتنقص نسب الإعانة ديالها. بالنسبة للباسان كتوصل 7000 درهم للهكتار. كاين مشاريع أخرى ديال كتسمى مشاريع الري التكميلي. هذه في الحالات اللي كيكون يعني
خصوصًا الفلاحة اللي كيديروا الحبوب ولا يعني مزروعات سنوية. كتكون يعني هاد الضيعات هادي مجهزة بالآبار، كيكون نظام الضخ اللي كتكون فيه البومبا والمحرك، وكيكون نظام الري عن طريق الرش. هذه الإعانة كتوصل 100%، إضافة إلى البصا، يعني حتى البصا كيكون داخل في هاد الضيعات هادو. السقف د الإعانة كتوصل يعني 34,000 درهم للهكتار، وبالنسبة للبصا كتوصل يعني الإعانة السقف 10,000 درهم للهكتار، مع يعني 50 درهم للمتر كيب. بالنسبة المساحة اللي كتجاوز يعني كتساوي 20 هكتار، يعني تنخفض الإعانة. كتوصل يعني نسبة الإعانة 75% من تكلفة الاقتناء. بالنسبة يعني كتوصل 25,000 درهم للهكتار، وبالنسبة للبصن 8,000 درهم للهكتار. بالنسبة للمساحات اللي كتجاوز 20 هكتار كتوصل يعني نسبة الإعانة 60% فقط. سقف الإعانة يعني هو 20,000 درهم للهكتار، وبالنسبة للبصن 6,000 درهم للهكتار. يعني هادو معلومات حول النسب ديال الإعانة باش الفلاح ياخد فكرة يعني على الطبيعة ديال الضيعة ديالو، المساحة ديالها، ويعني في حالة إلا كان باغي يجهز الأرض ديالو باش يعرف هاد النسب ديال الإعانة والسقف والبلافون ديال. كيكونوا تساؤلات من طرف الفلاحة كيفاش أنا تعوضت يعني بهاد النسبة هادي. يعني هاد لي طابلو هادو كيعطيوكم فكرة على النسب ديال الإعانة والسقف ديال الإعانة للهكتار، وكذلك حتى المكونات ديال المشروع.